ييجي لي مستر جو والله أهلًا وسهلًا ومش عارف إيه، ده الساعة 16:00 يعني لمّا كلمته. كلمته. أنا شُفت فيديو حازم علام مع مستر أحمد ومش عارف إيه وبتاع، وكان عاجبك عاجبني أوي ومش عارف إيه، فعايزين إيه، وإحنا واخدين investment حاليًا، فعايزين يعني نضبط اليوتيوب بتاعنا. اهم. ماشي، عندك أفكار إيه؟ والله عندي أفكار إيه، أنا ما أنا الفكرة أنا تقريبًا أنت أنا داخل خضّتني. داخل على interview، أنت داخل على interview وأنت مش عارف إن هي interview. أنت أنت فاهم؟ خضّتني، أنت لمّا جه لي خضّتني يا يا فندم. مصطفى أدي 1، 2، أفكار أوكي. إيه، أفكار. فأنا قُلت له ممكن فيديوهات لضاترة، فيديوهات لماجد، أنا باهبط، إمم. أنا باهبط ساعتها. اهم. بس هو شاف، يعني مستر جو برضه شاف إن في passion، يعني مستر جو دايمًا حاجة مقتنع بيه إن هو عارف يشوف الراجل اللي إمم. بيحب بيحب البتاع دي عن passion والّا عشان فلوس. هو شاف passion بصراحة. فساعتها خلاص تمام مش عارف إيه، هنبتدي من أول بُكرة. ماشي. وأنا قُلت بصراحة يوم ما يتمعظم، حتى كنت قبل أمّا يكلمني أنا قُلت لمامتي لو هيقول 2000 جنيه أنا هابوس إيدي ووش وضهر. اهم. لقيته بيقول 4000 جنيه. أوكي. 4000 جنيه في الشهر. أنا فاكر ساعتها آآ كلّمتني برضه على فكرة عن الموضوع ده. مش آآ أنا ساعتها آآ فعلًا أنا كانت أنت الصدمة كنت مسيّعاني. كلمت حازم علام، أيوه. قُلت له: "سلام على أيامك." روح أنت وفيديوهاتك. بالضبط. أوكي. فكلمت حازم علام وباقول له 1، 2، 3، قال لي: "أيوه يا عم اللي أنت كنت جاي لي له عشانه أهو، هتسيبني بقى وبتاع." قُلت له: "لا يا اسطى ما يصحّش." بعدها أسبوعين سِبته. على طول. لأ بصراحة كان ضغط أنوبis الصراحة شديد ساعتها، يعني اللي إمم. هو أنت بتستبلش حاجة، يعني أنوبis ما كانش عندها فيديوهات قبل كده. فأنت بتستبلش حاجة، اللي هو أنت بتبتدي حاجة، أنت أنت حرفيًا الأساس اللي هيبنوا عليه. اهم. إمم. زائد كان أنت فاهم، أنت ساعتها عارف برضه الIEC، أنت دخلت ساعتها في الIEC كمان. دخلت أول ما كسبوا الIEC الregional اللي هو مصر في اهم. مصر. اهم. فأنت المفروض، طب دلوقتي أنت عايز تبيّن إن هم كسبوا، تمام، إيه الأفكار اللي في دماغي؟ طبعًا ما فيش voice comms، ما إمم. فيش أي حاجة اللي هو موجودة دلوقتي، ما اهم. فيش فريق عربي بيعمل الحاجات دي. اهم. خلاص هنعمل highlights. خلاص ماشي، دخلت وعملت الhighlights بشكل حلو وكده وبتاع، وريكوردات من جوّه الgame الحاجة شكلها نضيف، اهم. وودّيت ماشي. طب إحنا عايزين highlights لCS:GO، والّا كان crossfire مش CS:GO، اهم. crossfire. خلاص ماشي، دخلت وسجّلت ومش عارف إيه، وودّيت. الشغل ماشي حلو تمام وبتاع. اهم. بداية بقى الشغل اللي بجد كان مع بداية الIEC. اهم. كان ساعتها يعني تقريبًا كان أول game قدّام، والله ما فاكر مين، بس كان أول game أنا فاكر إحساسي وأنا باتفرّج، اللي هو أنا المفروض أبتدي بقى من هنا، هنا يُعتمد عليّا، اللي هو اهم. أنا هنا هتعمل إيه. وبصراحة مستر جو ما كانش بييجي يقول لي أنت وراك task 1، 2، 3 تخلّصها. هو أنت تعالَ وأنت شوف أنت تقدر تعمل إيه، اهم. شكرًا. بالحرف كده أنت تقدر تعمل إيه وشكرًا، خلاص. اهم. يعني حتى بعد كده كل الفيديوهات اللي في الchannels ما فيش فيديو واحد اتطلب مني. هو أنا اهم. باصحى الصبح والله يا مستر جو أنا شايف إن المفروض في فيديو يتعمل، شكرًا، الفيديو ده يتعمل وبس. هو حلو، ده ادّاك ثقة أول حاجة. هو ده زائد بس أنا أول مرّة أشتغل حاجة full time، أنا أول مرّة أشتغل في شغل professional، أنا مش عارف الدنيا بتشتغل إزاي. ما فاهم؟ هو يعني هو كلمة ادّاك الحرية بحيث إن أنت تطلّع ادّاني كل الpassion اللي عندك، أنت الشغف بتاعك في الحاجة دي، ما بالضبط. فيش أي ضغط، يعني. بالضبط، ما اهم. فيش اللي هو أنت لو اتأخرت وبتاع، شوف الفيديو الفيديو محتاجه إمتى، لأ أمّا تخلّصه ابعته، خلاص شكرًا. إمم. أو حرفيًا كده أمّا تخلّصه ابعته. إمم. فكان التعامل يعني في أنوبيس gaming في الأول، وكان في الأول هو الصراحة لحد ما مشيت يعني، كان مُريح بدرجة اللي هو يخلّيك تطلّع كل اللي عندك، اهم. يخلّيك تتحسّن مع نَفْسك، تجيب لسه عندك شوية، لسه عندك شوية. زاد عن كده الenvironment بتاعة أنوبيس gaming كانت من أحسن الenvironments اللي عِشتها في حياتي. اهم. environment الشغل، environment الplayers كان rated ساعتها، فاهم، في rated اللي هو rated كان بيحاول يbreak the ice اللي هو بيني وبين الفريق، فاللي هو يرخّم عليّا مش عارف إيه وبتاع. أها. فكان عندك ده طور برضه كان زنان، اللي هو كل دقيقتين، والحمد لله لحد دلوقتي يا اسطى اعمل لي فيديو يا اسطى، يا اسطى أنا محتاج فيديو يا اسطى، ADHD يا مش اسطى. عارف إيه. أيوه. ف أوكي. زي ما باقول لك بداية الIEC
أنا المفروض دلوقتي في content يطلع، أنا إمم، بقى مش عارف إيه المفروض الcontent مش عارف إيه، والله دخلت ساعتها اليوم ده أنا دخلت على اليوتيوب بالليل أشوف الAEC مثلًا بتعمل إيه. إمم، بيعملوا voice comms طبعًا إحنا مش متوفر عندنا voice comms وساعتها أنا ما كانش عندي مثلًا اللي هو أقول لجو إحنا عايزين نسجل صوت الplayers لأ فاهم أنا لسه جديد أنت هتروح هتبوظ لي مش عارف إيه، فأنا فكست عن الموضوع ده خالص. مع إن أنا شايف يعني جو أنت ساعتها كmanager أنت أنا فاهم، أنا متفهمك أنت لسه جديد وزائد أنا إن أنت لسه يعتبر جديد سنك صغير كمان، فأنت إيه بالضبط، أنا فين، بس أنا حاسس إن هو جو كmanager كان مديك الحتة دي إن أنت قشطة عندك السماحية، حتى لو هو كان هيرفض الفكرة بس هو كان مديك السماحية يعني. آآ هو أنا باقول لك الvoice comms أنا كان ينفع أعملها من أول يوم، بس أنا إمم، اللي كنت خايف إن أنا أطلب حاجة زي دي. إمم، إمم، اللي هو هاضطر أسمع صوت الplayers ومش عارف إيه، مش هاضطر اللي هو فأنت تعمل setup هيرخّم على الplayers إمم، 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 وأنت فاهم أنا برضه باحب أكون خفيف فشخ، اللي هو أنا ما باعملش حاجة فاهم، أيوه، أيوه أنا understandable. ما بالضبط، اللي هو أنا مش عايز أطلب من حد حاجة، أنا إمم، كل حاجة عايز أخلّصها بنفسي، اهم، فقُمت مخلّص الفيديو الhighlights عادي أوي الصراحة، فيديو باجيب الkills والassists والteam fights وخلاص شكرًا، اهم، ده ال د ده اللي ده اللي بيحصل في الفيديو. اهم، الفيديوهات كانت بتجيب actually آآ اللي هو إيه reactions اللي هو كلايكات وكcomments وككل حاجة، اللي هو كانت بتجيب تفاعل، كانت اهم، بتجيب تفاعل كويس أوي. اهم. الcommunity كان بيشجّع على أي حاجة. في نقطة ال أقول لك عليها، إيه؟ ساعتها لإن أنا كنت ساعتها من الناس اللي حاضرة الموضوع ده live يعني، آه، ساعتها الفكرة كلّها ما كانش في الfancy edit وإن أنت تقعد تحط حاجات جامدة فشخ، على قد ما أنت تدّيني الhype اللي أنا الناس حابة محتاجه. أنوبس. أيوه الhype بالضبط، بالضبط والناس حابة أنوبيس، إمم، الناس حابة أنوبيس، ده الصراحة حاجة ساعدتني أوي، الناس كانت بتعشق أنوبيس، اهم، هُم برضه شايفين فريق عربي بيمثّل اسمهم برّه مصر ومش عارف إيه وبتاع، اهم، فهمت؟ الدنيا ساعتها فعلًا كانت حلوة، كانت حلوة أوي، اهم. الناس كانت باقول لك الناس كلّها يالّا أنوبيس يالّا مش عارف إيه، خسرنا خلاص مش مشكلة، لأ بصراحة بس بعد أول خسارة من فوكس دي كانت صعبة يعني، عادي we believe. آآ في تالت game المفروض IEC فكانوا هيلعبوه، لقيت جو بيكلمني آآ جو بيكلمني بيقول لي: "تعالَ اقبض من هنا، مش هينفع نبعت لك فودافون كاش، أوك لازم أول قبضة عايزين نقبضها." أوكي طيب ماشي، منطقي، أوكي. ماشي، إن أنا أقنع أبويا إن دول ناس عاديين بيشتغلوا وبتاع، مستحيل. أعضائك يا اسطى، أعضائك أعضائك هتتسرق. مين دول؟ هات لي مين ده، خلّيت جو يكلم أبويا لحد أمّا أقنعه مش أوكي. بُص الحوار كان صعب فشخ. زائد أنت اللي قلّق بيتوتي الموضوع أصلًا إيه كمان، أنت غالبًا بيتوتي ما اللي ب قلّق الموضوع إمم. اللي قلّق الموضوع إن جو بيقول لي هابعت عربية تاخدك وتجيبك. يعني يا جو هو ده كرم منّك بس أنت يعني كده لأ يوم تصدق أقسم بالله من أول لا إله لآخر إلا يوم الله. أنا كل مرّة باروح فيها أنوبيس كان في سواق بييجي يجيبنا وياخدنا، إحنا شُفنا نلعب في أنوبيس ما بنشوفوش، لآخر يوم والله كان إمم. في سواق بيجيبنا ويودينا. آه. طب بابايا بقى اللي هو طب ليه بقى ومش عارف إيه وبتاع، جو كان بيحاول يهتم إن يكون الplayers بتاعه مرتاح على أحسن حاجة، اللي هو ما حدش يشتكي من أي حاجة. اهم. النت حد يقول بس lag كده، ماجد مثلًا يزعق ويقول الlag يا جدعان، جو يسيب اللي في إيده، إمم. مين اللي فاتح مش عارف إيه، اللي هو وبيحاول يصلّح الموضوع، إمم. يتصل على وي يهزقهم، فاهم؟ اللي هو إمم. أ ما بيكونش في player في الgaming house متضايق من حاجة، اهم. فاللي هو بالتالي إن أنت إزاي هتيجي مواصلات وبتاع، لأ إحنا إيه، في سواق عندنا وهيجيبك ويوديك. اهم. رُحت في أول يوم أنت فاهم، داتورا وrated اللي هو الناس ديّة ابتدت تسلِّم عليَّ فاهم، باحاول برضه إيه، أندمج معاهم. أنا برضه في أول مرّة في حياتي أروح زايد، فدي Egypt اللي هو أنا مش فاهم حاجة. أوكي. بس الحق يتقال قبل اللي هو الحق يتقال برضه قبل ما أقبض بأسبوع لقيت جو بيقول لي عندي ليك خبر، إيه أنت عامل شغلك كويس وبتاع، ده قبل أمّا أقبض، أنا مش إمم. عامل حسابي، إمم. أ أنت شغلك كويس وبتاع، أنت القبض بتاعك هيكون 6 مش 4 فاهم، أوكي. out of nowhere كده، فأنت اللي هو أنت بتعمل معايا إيه؟ والله أنت أنا وصلت لدرجة اللي هو I don't deserve all of this اللي هو اهم. خلاص. اهم. أوكي. بعد أمّا بعد أمّا
اللي هو بعد ما رُحت هناك والدنيا بقى اللي هو باحاول باحاول اللي هو تتأقلم. بالضبط أتأقلم معاهم. لعبوا game اللي هو تالت game في الIEC لعبوه بعد ما كنت حرفيًا يعني الDattro كان بيلعب أنا كنت قاعد وراه هنا. أيوه. تقريبًا دي كانت من أمتع الحاجات اللي شُفتها في حياتي، إنّك تشوف فريقك المفضل أنت بتلعب اللي هو بيلعب قدّامك، أنت سامع كل الحاجات، هُم بيلعبوا إزاي، بيتحرّكوا إمم. إزاي، وأنت واقف تتفرّج. أنا يعني إن أنت بالنسبة لي تكون من أحسن تكون جوّه الscene، بالضبط، جوّه، جوّه حرفيًا. لأ وأنت ساعتها بقى أصل دلوقتي جوّه السين سهلة، أيوه. ساعتها ما كانش سهل خالص إنّك إمم. تخُش gaming house ومش عارف إيه وبتاع، فاهم؟ كانت أول مرّة من كل آآ حاجة. بالضبط، فكانت إمم. experience مش طبيعية. اهم. أنا برضه كان تقريبًا أول مرّة أروح القاهرة فيها ساعتها لوحدي. اهم. اهم. فأنت فاهم كل حاجة جديدة، فأنت فاهم أنت حرفيًا ساعتها الموضوع كان overwhelming بطريقة مش طبيعية. أنت ساعتها أنت قبضت أول مرتب ليك، اهم. مرتب بقى يتقال عليه مرتب أنت بتاخده إمم. كل أول شهر. يب. أنت وساعتها كان فوق اللي أنت محتاجه، الحق ي يتقال هو كان فوق اللي أنا محتاجه. يب. أنا ساعتها اللي هو أول مرّة بقى أجرّب حاجات، يعني بصراحة كأنوبis فتحت لي أول مرّة مثلًا أنا كان نِفْسي في Starbucks اللي هو بتاعة الStarbucks دي أتصوّر بيها بقى زمان قبل ما يكون مقاطعة. اللي هو أوكي. أصوّر زي بتوع Starbucks دي، أوكي. أروح مثلًا آكل برّه مش عارف الحاجات دي أنا كنت فعلًا ما باعملهاش أنا بيتوتي وما باعملش الحاجات دي، وثانيًا أنا ما كانش معايا بيكون معايا المبلغ ده، بالنسبة إمم. لي 6000 جنيه كان مبلغ برضه. رفاهية، في رفاهية كتيرة. إمم. بالضبط، ف فاللي هو لأ، ده الواحد يعمل إيه بقى ومش عارف إيه. تاني يوم أنا روّحت بصراحة عشان برضه أنت عارف إيه، البيت ويقعد يالّا يالّا مش عارف إيه. وبعدين أول مرّة آآ تبات برّه يا ابني يا حبيبي، آه، فأنا من آه. مقدّر بصراحة الموضوع يعني. ف اللي هو جيت بقى البيت اللي هو لأ، أنا حرفيًا أنا متحمّس أعمل كل حاجة أحسن. إمم. ك كل حاجة بالنسبة لي اللي هو لأ، أنا عايز أعمل الأحسن، أشوف بقى إيه اللي المفروض يتحسّن ومش عارف إيه وبتاع. ما كانش برضه إيه، زي ما قُلت لك ما كانش في إيدي حاجة غير الhighlights اهم. بتاعة league. ودي كانت أنوبة الgaming، فأنا باحاول أخلّي كل حاجة professional as I could. فاقترحت عليه فكرة الmemes بصراحة رفضها في الأول. قُلت إمم. له: "ده G-tube وبتاع." بيقول لي: "لأ، هو ده عندهم في الculture بتاعتهم ينفع، بس هنا ما ينفعش، هنا مثلًا الplayer اللي قدّامنا هيتضايق، هيشوف الفيديو هيتضايق." يا نهار أنا أبيض! برضه عايز أحُط memes. يا نهار أنا أبيض! عايز أحُط meme يعني لا، لا استنى بس عشان عايز أقرّب من المايك كده وأجي لك. يعني أنت كده بتعترف إن أنت اللي بدأت الحرب دي صح؟ آه، آه، الصراحة آه. أوكي. ماجد لأنها كانت mainly فكرة ماجد بصراحة. يا اللي ماجد. هو الفيديو ماجد سُمعته بتاع من زمان برضه يا أخي سبحان الله. بالضبط. أوكي. آآ فاللي هو طَب أنا عايز أحُط meme ومش عارف إيه وبتاع. لأ حرفيًا الحوار ده كُلّه حصل من ورا مستر جو، حوار أيوه. فوكس ده. إمم. ماجد باقول لك إيه يا اسطى، باعت لي الفيديو بتاع اللي هو الفيديو بتاع اسمه إيه ده، بتاع فوكس إمم. اللي هو الشهر ده. بيقول لي: "يا اسطى عايزك تركّب وِش ماجد ووِش أكاشي ووِش" مش فاكر مين ساعتها، الوِش ساعة ما الفوكس كان بلايرز يعني. بيضربهم أو حاجة يعني. بالضبط. إمم. وحرفيًا الحوار ده من ورا مستر جو، أنا استغربت، بس أنا حسيتها تاسكاية يعني. أنا قُلت عادي ماشي، واشتغلتها وبتاع، أوكي. ولقيت ماجد حاططها. لقيت مستر جو تقريبًا هَبِّ فيهم، بس هُم ما رضوش يفتحوها. مش عارف إيه. أنا حسيت ساعتها بقى اللي هو خلاص I can show off هنا، خلاص إمم. كده بالنسبة لي. هُم كFox ابتدوا هُم برضه إيه ردّوا ومش عارف إيه. أنا خلاص الحوار هيبتدي يخش في اتفتح الحتة بقى. اللي أنا عايز أخشها، يالّا بينا. الmemes. أيوه. تعالَ لي في ملعبي. آه. الفكرة بقى إن خسرنا أول game اللي هو بتاع فوكس. إمم. أنا اللي هو أنت خلاص ماشي شكرًا رجعنا، الله يخرب بيتكم. كانت أول مرّة نخسر في الIC. إمم. جو قال لي: "ما تمنتجوش، إحنا مش هنمنتج حاجة بنخسرها." مش عارف إيه. اهم. خلاص ماشي الموضوع عدّى، بس طبعًا ما عدّاش اللي هو عادي. إمم. أنا قعدت أشوف حرفيًا ساعتها أنا كنت مهتم بكل رأي في الcommunity. إمم. ساعتها أنا فاكر سنو راح مع داتورا اللي هو في كول. أنا فاكر بريليانس اللي هو دكتور إيرفيل لمّا قال إن الفريق ما كانش جاهز. أنا كنت فاكر رأي كل واحد في الcommunity. اهم. والفكرة آرائهم كل واحد أنت عارف بقى اللي هو أنا مش باقول لك باخزّن، بس اللي هو ماشي، ماشي، ماشي. والصراحة أنا كنت مقتنع إن إحنا مش هنكسبهم يعني.
مهم. الاي اي سي كملت، احنا ما خسرناش تقريبا غير اول جيم من فوكس ده، او انوبيس يعني ما خسرتش غير اول جيم من فوكس ده. اللي في النص كان في النص بقى حوارات عماله تحصل، الميمز ما بين ريتد وده ترى ده يرمي على ده مش عارف ايه، وده الريزو يعني مش عارف الحاجات دي. كان داترا وريتد هم اللي بيسمحوا لي اعملها. ليه؟ لانها تنزل عند داترا يا اما ريتد، مهم. فتنزل في انوبيس، فاقدر العب بيها براحتي. مهم. فاللي هو خلاص قشطه، ادوس براحتي. تمام. كانت بتعجب الناس يعني. أنا فاكر فيديو ريزو جاب 5K لايك، 5K reactions. يعني ده لو جبت ربع الأرقام دلوقتي، أنت مستحيل تجيب ربع الأرقام دي دلوقتي. ايوه، ساعتها كمان كان السين كله كان مركز مع. السين بالضبط كان حابب كل حاجة، كل حاجة كانت مساعدة. مهم. الwork environment، الناس، الماديات، ما باقول لك بالنسبة لي دي كان ماديًا حاجة كويسة أوي ومش عارف إيه وبتاع. يب، ما يعادل دلوقتي بس عشان الناس لو مش متخيله الرقم. ف 6K اللي مصطفى كان بياخدها دي بتعادل 20,000 دلوقتي، يعني عشان تبقوا متخيلين بس تبقوا فاهمين الموضوع. آه. عشان بس. فاللي هو أنت أول قبض تقبضه كان 20,000، اللي هو لأ برضه اللي هو، وأنت مش في بالك القبض، أنا باقول لك 2000 جنيه كانوا هيبقوا زي رضا. الفل، أي... أنت متخيل لدرجة إيه؟ أي... فبالنسبة لي باقول لك كان سبحان الله يعني، كان كل حاجة مساعدة، كل حاجة ماشية كده زي الفل. الpeak بقى بتاعتنا والدنيا ابتدت بقى اللي هو فاهم، تاخد منعطف حلو أوي، وقت الreverse sweep بتاعة فوكس وأنوبس. أنا كنت في الgaming house ساعتها، أنا طلبت من مستر جو أكون في الgaming house ساعتها، مهم. وقت ما يلعبوا بصراحة، وقال لي بلاش ومش بلاش الgaming house بيكون كئيب. أنا رُحت ساعتها، أنا تقريبًا دي كان قبل الgaming، قبل فوكس، قبل الgame بتاع فوكس gaming مهم. بيوم، كنت بايت مع الشباب. تقريبًا ده كان من أكأب أيام حياتي. العيال نايمة عارفة إن ستريسد. هي هتتداس على وشها بكرة، في غيرة بتبص في الجيمنج هاوس يالّا يا جدعان هنكسب بتاعتنا. ماجد برضه كان بيشوط في في العيال. كان الموضوع يعني stress فشخ، وأنت أنت جديد، أنت الجديد هنا، أنت المفروض الغريب فاهم، أنت الeditor، أنت اقعد ساكت. مم. ما كانش بيعاملوني المعاملة دي، بس اللي هو أنا انت فاهم، أنا مش باحس قادر اللي هو آه، تتخطى موضوع، وبعدين هم قاعدين مع بعض بقالهم مدة يا اسطى، وشهم في وش بعض يعني. وهُم ف بالضبط، أنا فاهم. الeditor، بس أي. برضه اللي هو أنا الeditor، فاللي هو بس أنا برضه still أنا باحب أوثّق اللحظات دي، اللي هو ماشي هنخسر وبعدين. مم. الreverse sweep حصلت، واليوم ده كنت قاعد مع خولي فوق، اللي هو فوق في الفيلا يعني، مم. في الgaming house. خوليو كون إن اللي أنا هو سامع كان الكوتش. الcoach بتاعهم ساعتها، مهم. مهم. كون إن أنا اللي هو بعد أول game والتاني game يعني أنا أنا أفتكر تالت game ده أنا دخلت نمت، لقيت صحيت على صوت rated وهو بيزعق مهم. إن إحنا بنكسب. ايه. فاللي هو قُمت قاعد جنب خوليو الجيمين اللي فخوليو بيقول لي: "ما تقوم." ايوه. بحيث إن الgame اللي كسبناه أنت لو نام تاني يا باشا، في ما تصحاش. باقول لك يا خوليو أنا دلوقتي على أعصابي ف قُلت له: "سيبني يا خوليو." حتى أنا عندي صورة والله لخوليو وهو على اللابتوب وهو كان بيdraft، لسه لحد مم. دلوقتي الصورة دي معايا. مهم. بعد ما فُزنا على تاني game، اللي هو أنت خلاص تاني game ده سهل فشخ، خلاص بتاعتكم يا رجالة ومش عارف إيه، أنا بقى عمّال يضرب. أنا كل اللي في بالي يا ترى الcontent بتاعنا ده هيكون إزاي لو كسبنا؟ ايوه، تفكير اي اديتور فعلا. وليه أيوة. الcontent. وباخش على صفحة Fox Gaming بعد كل بتاع، ألاقي في meme بينزل، في meme بينزل، في meme بينزل بيتريقوا ومش عارف إيه، في مم. memes كتيرة مش طبيعية بتنزل. فأنت فاهم، أنت عايز الpay back، أنت أيوة. عايز revenge. انت لو هتسكت على الكلام ده فانا مش هسكت، انت اللي هو. آه. اوكي. أنا عايز revenge، أنا عايز اللي هو أمسكهم كده، فخلاص بالنسبة لي. مهم. كسبنا تالت game، أنا بالنسبة لي أحلى نومة نمتها في حياتي. مم.
كسبنا التالت جيم أفتكر ساعتها مش عارف كذا حد بعت لنا أكل من برّه، وطلبنا ماك ساعتها قبل ما يكون مقاطعة، إمم. طلبنا ماك مش عارف حتى سِبنا تِبس للراجل 300 جنيه من كتر كُلّه فرحان. أيوه. كان كان الحساب 700 جنيه ادينا له 1000 جنيه وقلنا له سيب ال300 جنيه تِبس دي. يا باشا كان بُص أنت أي عارف أنا فرحان عايز الناس كلّها تفرح خلاص دلوقتي. بجد إحنا كنا فرحانين لأقصى درجة ممكن تتخيلها. إمم. أنا بقى اللي هو أنا عايز الcontent ده يمشي إزاي؟ مش عارف خلاص أنا هانام، نمت الساعة 02:00 صحيت الساعة 6:00 مش خلاص كده اكتفيت نوم. اهم. دخلت على الPC بتاعي، ابتديت أحمّل الstreams، ابتديت أحمّل الستريمات وكان في فيديو مصوّره وهُم بيهيصوا كده في الآخر، أيوه فأنا قُلت شُفته. ممكن أدمجه. آه. فأنا قُلت باقول لك إيه يا مستر جو بعد إذنك الفيديو ده ممكن يكون بعيد عن الطبيعي، فهو بيقول لي إزاي؟ باقول له عايز أحط شوية أغاني بقى وحاجات في النُص كده بما إنه حاجة special. قال لي: "شوف اعمل اللي أنت تعمله، هو الفيديو ممكن يكون جاهز على إمتى؟" دي كانت أول مرّة مستر جو يكون مستعجل على فيديو. ما إحنا كسبانين ف بطولة، لازم تلحق الناس والhype بتاع. بالضبط، فبيقول لي قُلت له: "بُص، هو سيبني وربنا ربك يسترها." ابتديت شغل على الفيديو الساعة 19:00. اهم. فاهم أنت إيه، أنا باتفرّج أنا بامنتج كنت بتقول أنت بتمنتج وأنت فرحان. وأنا بامنتج وأنا فرحان، إمم. وأنا فرحان فشخ. اهم. يعني اليوم ده حتى من كتر فرحتي أنا صوّرته اللي هو عشان يكون ذكرى مثلًا، أنا مصوّر الtimeline بتاع الفيديو يعني، أوكي. بعد ما خلص، اللي هو أنا عايز حاجة زي دي أفتكر إن أنا اشتغلت على حاجة زي دي. إمم. سبحان الله ربنا كان بيلهمني ساعتها اللي هو اللي هو أتريق على الmeme ده، كان مثلًا كان في comment الأكشي مش عارف فين، اهم. فاقوم جايبه، اللي هو خلاص فاهم، عمّال أجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا متابع الscene بطريقة over. أها. عجبني فعلًا اللي هو عجبني فعلًا وأنا باedit وبتاع، واخد style تاني غير الstyle اللي هو الbasic. اهم. نزّلته الفيديو ده ونزّلته وقُلت لMr. جو إحنا هننزّله اللي هو live اللي هو ننزّله بحيث إن هو بريمير. دقيقتين بالضبط بريمير يبقى. Premiere يب قال لي: "ماشي." أنا فاكر وأنا قاعد باتفرّج كمية الابتسامة والله أنا كنت أنا وDatura بنتفرّج، اهم. يعني باقول لDatura هنشوف حاجة حلوة، أنا قاعد Datura وبتاع، الابتسامة تقريبًا طول ال22 دقيقة في الفيديو ما أوكي. اتشالتش مع نفسي بسبب الcomments. reacts يب. آه، الcomments بجد كانت حلوة بشكل مش طبيعي. اهم. أصل أنت دلوقتي بتتفرّج على فريق وكان ساعتها تقريبًا ابتدينا ندخّل voice comms. ساعتها كان في voice comms بتاع المعلقين تقريبًا، أكتر. لأ، يعني آآ ساعتها أنا ابتديت أدخّل voice comms بعد كان في فيلمين للIEC، في الفيلم الأولاني لsplit one اهم. ده أنا قُلت لMr. جو إن كلمت داكراي باقول له: داكراي ما تقنع Mr. جو نحط voice comms مش عارف إيه، الراجل أقنعه بصراحة. اهم. ابتديت أحط voice comms الناس فرحت بالvoice comms، ساعتها بقى ابتدينا نحط voice comms اهم. split one. من أول split one اللي هو في ذهاب final. وإياب، آه. في الإياب بقى في مرحلة الإياب. اهم. ابتدينا نحط الvoice comms الناس كانت فرحانة بكل حاجة، اللي هو بالفيديو، بالمونتاج، بالمكسب مش عارف إيه، وكمان ساعتين يعني الفيديو كان نازل الساعة 15:00 اهم. المفروض كمان الساعة 18:00 اللي هو كمان 3 ساعات هتلعب EGZ، اهم. فبالنسبة لك ده أنت low key هتكسبه يعني. اهم. أنت فكرة الreverse sweep ومش عارف إيه وبتاع، دي اللي خلّتنا في الpeak. يب. ف منتجت الفيديو بصراحة ونزّلته وبتاع، اهم. خلاص كل حاجة بالنسبة لي تمام، لعبنا AGZ كسبناهم، بصراحة أنا كنت متوقع إن إحنا هنكسبهم، أصل خلاص فوكس راح. اهم. منتجت الفيديو ده برضه نفس النظام، نفس الفرحة، نفس كل حاجة، بس أنت فاهم فرحة فوكس كانت أكتر بصراحة. الموضوع كان فيه اسمه إيه ده، في بيننا كده ما كانش آه. أيوه. أوكي. لقينا مستر جو ساعتها بالليل تقريبًا من أكتر الحاجات برضه اللي خلّتني أحب فانوبس، بيقول لي قال لنا في رحلة للفيوم، أنا حجزت لكم رحلة للفيوم ناخد break هو العبث إن كلّكم. هي يعني رحلة، يعني المصطلح كله على بعضه عبثي يعني. أنا حجزت لكم رحلة الفكرة للفيوم. إن دي
لأ أنت فاهم الفكرة هتيجي في بالك رحلة مثلًا بالأوتوبيس ومش عارف إيه وبتاع، بس بالضبط، ما أنا باقول لك. فعلًا الرحلة ديّة والله أنا لو أفتكر اتصرف فيها قد إيه، عمرك ما بجد إحنا خدنا experience مش طبيعية إمم، هناك. اهم، آمم، كل حاجة كانت كويسة هناك بطريقة مش طبيعية. إمم، المهم بالليل أصلًا كان جه كده شافنا كلنا كنا بنrewatch الجيمز مع بعض يعني أنا والشباب، اهم، فاللي هو وفاتحين Twitch chat اهم. فاهم، مزاج أوي لمّا تكسب game وييجي واحد بقى تعالَ أنت اشتمش يا ولد عيب. الراجل ده اتريق عليَّ وبتاع. أيوه، آه. فاللي هو جه بقى وإحنا قاعدين كده، لقينه بيقول أنتم الفريق ده الفريق أنتم كلّكم السنة دي أنتم كلّكم عملتوا شغل ومش عارف إيه، وادانا والله speech أنا لحد دلوقتي يعني فاهم بgoose bump كده كل ما أفتكرها، اهم، باشعر كل ما أفتكرها يعني. فبيقول لنا إن شاء الله يوم التلات هنسافر الفيوم من التلات للخميس، من التلات للجمعة اهم. ونروّح السبت يعني. أنا الصراحة اللي هو أنا برضه ما أعرفش الفيوم دي شكلها إيه ولا بتاع. أنت ما تعرفش القاهرة جاب شكلها لنا إيه، فصباح الخير يعني. باقول لك ما باتحركش من المنصورة. أيوه. جاب لنا باص اللي هو ميني باص إمم، نضيف فشخ ياخدنا ويجيبنا، اهم، دي أول حاجة. رُحنا لقينا في فندق من أحسن الفنادق اللي دخلتها، اهم، في اللي هو المكان هناك بقى كلّهم أجانب وسياح ومش عارف إيه، كل يوم رحلة شكل، اللي هو beach buggy عندك برضه اللي هو الsand fall أنت عندك برضه إمم، تريليون activity إمم، وكل activity دي أنت كنت بتدفع فيها، فاهم، اهم، هو اللي دافع. اهم، اهم، فهو لأ، هو كان الصراحة حاطط مبلغ مش طبيعي في الرحلة دي، ولينا كلّنا مش لواحد والتاني لأ. إمم. فأنت فاهم، أنت عارف بقى بتحس إنك اللي هو أنت خدت شوط سَنة كاملة، أنا ما كمّلتش سَنة في أنوبيس، من ساعتها ما كنتش كمّلت سَنة، كنت إمم، كمّلت مثلًا قُل 5 شهور، أنت اهم. خدت شوط في أنوبيس 5 شهور مثلًا، أنت شُفت الحلو والوِحِش، اللي هو الحلو stress اللي هو الreverse swim ومش عارف إيه ودلوقتي بتgain off كل ده، إمم، بتgain كل الحاجات دي. اهم، اهم. فاللهم صل على النبي، الدنيا كانت حلوة فشخ، اللي هو من أول الرحلة وبتاع، بعد ما خلّصنا الرحلة أنت عارف بقى خلاص بريكنا بتاع، مستر جو دلوقتي بقى عندي الgreen light تقريبًا لأي حاجة. يب خلاص you prove yourself خلاص أنت إمم، بالضبط، الcommunity نفسه بقى مستني الcommunity كلّه كان الصراحة اتشهرت في الcommunity غصبٍ عني، اهم. يعني أنا برضه جات كده. أنا باحب أنا بالضبط، اللي هو الناس يعني فاهم، يعني ريت إن ده تُرَى وكون إن أنا احتكيت بيهم زيادة، الناس عرفوني، اهم، الناس حبّوا الedits بتاعتي، مع إني والله كان في ناس أحسن منّي بكتير بطريقة مش طبيعية، اهم، اهم، بس سبحان الله هي عشان أنوبيس، فالناس حابة تشوف أي حاجة من ناحية أنوبيس، اهم. فاللي هو يا رب الناس يعجبها ده، يا رب الناس يعجبها ده، فكنت أعمل cuts مثلًا واحد يقول لي: "الله على القطاية." فأنا عرفت فعلًا الناس حابة الfootage نفسها مش حابين الediting، لأ، الناس حابة أعدِّل معلش في الموضوع ده عشان دي غلطة أنا ما اتوقعش إن أنت تبقى متخيّلها كده يعني. هو الفكرة كلّها يا اسطى آآ أنا ما بارجعش أقول الجو كلّه كان كويس، بس هل الجو كان كده مُهيأ، الجو إن كان مُهيأ، أكمّل كلامي بعد الediting ما لوش إذنك؟ لازمة لأ، أكمّل أنا كلامي بعد آسف، إذنك معلش. أنا آسف، أنا بس آسف. هل معنى كده إن أنت الeffort اللي أنت حطّيته أو أنت الedit إن أنت لو عملت cut بس دي حاجة وحشة؟ لأ. هو الvision بتاع الفيديو في الآخر، يعني أنا كنت لسه باتكلم في الموضوع ده في فيديو نزّلته، أنت vision الفيديو في الآخر أنت عاوز توصّلني لإيه، عاوز توصّل لي شعور إيه، هل ده متوقّف بقى cuts بس cuts وشوية graphics أي حاجة، بس أنت ما وصّلتني أنا باقول لك بالضبط، إمم، ما باقول لك يعني أنا دلوقتي مثلًا أنا كان في فيلم أنوبيس Gaming كان في فيلم أنوبيس Gaming أنا كنت عايز أبيّن الstruggle قبل ماتشات فوكس. اهم، يعني إحنا كنا في المرحلة التانية من الsplit من الsplit المرحلة التانية، اهم، كنا بنstruggle مش طبيعي. إمم، حاولت أجيبها مثلًا هي حرفيًا كانت بشوية cuts بس أنا يعني لمّا باتفرّج عليها لأ، ده مصطفى بتاع 2020 ده كان بيفهم. إمم، ليه؟ عرفت أجيب مثلًا مش عارف سنو بيقول يا جدعان أنوبيس قلع، وبعديها بقى مش عارف لقطة حمو بيقول يا جدعان إحنا بنخسر، إمم، بعديها لقطة مش عارف مين وهو بيقول فاللي هو أنت عارف الsequence ماشي حلو، حتى اهم، لو cuts بس الsequence نفسه ماشي حلو. ما هو بالضبط فاللي هو أنا باقول لك أهو، أنا لو هاكلم نفسي لأ، أنا كنت باعرف edit ساعتها حاجات
ماشي كان ممكن يعني لو مصطفى دلوقتي هيedit أحسن، بس ساعتها أنا كنت باعرف أeditها فاهمني؟ إمم، إمم. هي كانت cuts بس حتى الrated قالها هي كانت cuts بس كانت طالعة حلو يب. ما هو ده اللي أنا فاهمني؟ باقوله لك. يب. ما بالضبط، ألاقي بقى واحد بيقول لك يطبّل لي على القطّاية، أنا ساعتها ما كنتش أعرف ده، أنا ما كنتش أعرف ده، أنا أها. ساعتها أنا كنت شغّال وخلاص يا رب الcommunity يعجبه ده، بس يب. برضه الحق يتقال كونك إنك بتمنتج كتير ومش عارف إيه، في sense بيتعمل عندك automatic اللي هو أنت عايز تجيب وقبل ده الإسراج ده، قبل ده أنت قُلت حاجة أصلًا، أنت بتتفرج على فيديوهات كتير، فده بيخلّي عندك التغذية غصبٍ عنك يب. مش فبس طبيعية اللي هو يعني أنا مثلًا كنت شايف مثلًا اللي هو T1 documentary T1 كان اهم، قبليها كنت شايف documentary T1 إمم، الstruggle مثلًا بتاعة فيكر ومش عارف إيه وكده، أنا عرفت برضه آخُد من دي شوية، اهم، عندك برضه الstruggle مثلًا بتاع الفريق إن هو يكسب، فاللي هو فاهم، أنا عارف الsequence هيمشي إزاي، اهم، وكون إن أنا أجيب كذا streamer في الفيديو ومش عارف إيه، فدي كانت حلوة يعني. اهم. كان قضّينا بقى الpeak قضّينا بقى اللي هو split 2 اللي هو بنفس الفريق وبتاع، الصراحة كل حاجة ما مشيتش as planned بس كان الenvironment still حلو، اهم، كان كل حاجة مشجّعة بصراحة. اهم. كان أنوبيس برضه still يعني بصراحة كنت حبيت أنوبيس لدرجة إن أنا كنت عايز أسيب البيت هنا وأروح أقعد معاهم، أيوه. بجد والله لأ، أوكي. الدنيا هناك كانت حلوة بصراحة بس الفكرة باقول لك أنت هناك أنت اللي بتصرف فاهم، أنت بتصرف أكل كان في شيف هناك والله بيعمل لنا بس طب فطار وعشا، وأنا أيوه. بصراحة برضه كنت ساعتها 140 كيلو فاللي هو أنا معلش الأكل هنتطرق ل ده بتاع هنتطرق للموضوع ده كمان شوية عمومًا. فاللي هو لأ، الأكل بتاعكم ده إيه الأكل ده؟ أنا عايز يعني كنت ممكن أصرف لي هناك 300 جنيه في اليوم، 300 جنيه بقى ساعتها كانوا يبقوا مبلغ يعني 1000 جنيه دلوقتي مثلًا، يب. ف فاللي هو لأ، فكَسْت على حوار القعدة هناك ده بصراحة. آآ بعدين فريق Valorant جه، اهم. ده كان بصراحة يعني فاهم، اللي هو أنا ما كنتش أعرف الصراحة هو كان تقريبًا اسمه Orglis قبل ما ييجوا Valorant قبل ما ييجوا Anubis، اهم. تونة بقى والشباب الpeak بتاعتنا التانية أيام Red Bull Campus Clutch اهم. هي دي peak ومش peak بصراحة، ليه؟ إمم. كان ساعتها فريق رعد ابتدى يestablish عامةً يعني، أها. فريق رعد كان ابتدى يخش في الscene مع نهاية الIEC تمام. يestablish بقى واللي هو يلعب ويلعب league بقى ومش عارف إيه وبتاع، الكلام ده كان إمتى؟ كان قبل أمّا نكسب الcampus clutch مثلًا بشهرين والّا حاجة. اهم. فأنت فاهم فاللي هو بالنسبة لي أول حاجة آخُدها وكانت فعلًا حاجة أنا مش مصدّقها، ماجد مشى من الفريق، إيه يا جدعان أنتم بتقولوا إيه؟ خدت الصدمة بقى. أول أنا صدمة. ساعتها أنت فاهم اللي هو في إيه؟ اهم. ما ساعتها أنت فاهم اللي هو أنت مش عايز أفوّل بس أنت بالنسبة لك أنت حبّيت الفريق ده لدرجة إن هو دلوقتي bond مع إمم، نَفْسه كده، إمم. اللي هو ما ينفعش هو كده، stack فهو هم ماجد كلّهم على اللي بعض. إمم. بالضبط، اهم. ماجد ده مين ده اللي يمشي ومش عارف صدّقني ساعتها كلّنا اتصدمنا ساعة ما ماجد مشي، يعني الموضوع كان فأنا ساعتها حرفيًا لأ، زعلت بطريقة مش طبيعية، حتى مامتي كانت لاحظت إن أنا زعلان إمم. فشخ، تقول لي: اهم. "يعني هو مات؟" قُلت لها: "لأ، مش للدرجة بس يعني أنا كانت برضه علاقتي بماجد ما هياش صحاب أوي، ماجد ماشي صاحبي وكل حاجة دلوقتي، بس ساعتها ما كنتش باكلمه أوي واللي هو بس كون إن ماجد يمشي من أنوميس ده بالنسبة لي صعب أوي، هو اللي الموضوع هو كلّه هو الpackage ده أنا جاي عليه كده، فأنا عايزه كده. بالضبط، إمم. أنا عايز كل حاجة تفضل زي ما هي. إمم. إمم. أنا دلوقتي بصراحة ساعتها برضه كنت بامنتج الmovie بتاع Campus Clutch، أنا قُلت أبُص لحاجة حلوة، وبصراحة منتجت الفيديو طلع perfect اهم. يعني مش perfect أوي يعني، بس الفيديو طلع حلو والناس عجبته أوي، 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 أوي كمان برضه، خصوصًا إن ماجد مشى النهارده وفي تاني يوم فيديو Campus Clutch نزل، اهم. فاللي هو بدأ يرجّع لي الروح بتاعة أنوبيس بصراحة، اهم. ليه؟ بدأت أشوف اللي هو فيديو شبه الفيلم بتاع الIEC فاهم، شُفت الفيلم بتاع Valorant اهم. وبرضه هو يعني الfeedback بتاع الناس عمومًا، اليوم ده الreactions بتاع الناس. آآ اهم. ب بالضبط كان حلو أوي بصراحة، وساعتها كان في حاجة، كان كلّه بيشكّر في الediting أكتر من الفيديو نفسه، فدي كانت حاجة مديّة لي push مش طبيعية، إمم. اللي اداني push أكتر Mr. Joe
اتصل عليّا بالليل، لأ مش اتصل عليّا، كان جالي يعني الأوضة، كنت قاعد في الgaming كنت قاعد يعني في الgaming house بتاع أنوبيس، إمم. بيقول لي مرسيدس إن شاء الله عايزة تمضي معانا عقد، شافوا الفيديو بتاعك وعجبه. الله. مش عارف هو كان شايفني متضايق ومدّي لي push والّا كان إيه، إمم. بس فاهم، فأنا كنت فرحان بطريقة مش طبيعية، اللي اهم. هو مرسيدس وأنا، اللي هو الفيديو بتاعنا. أنا بصراحة مش هاقول لك حاولت أكذّبه، بس اللي هو قال لي كده خلاص أنا هاصدّق إنه هو كان شايفني متضايق عشان ماجد، بس أوكي. خلاص بقى. مانجر تاني يا يوم اسطى، تاني يوم يعني مانجر. انا على فكره كان ريليت، يعني هو إيه الدنيا، هو اصلا هتلاقيه كان اكتر واحد مستريس فيكو يعني. ما بالضبط. تالت تالت يوم كلّمه اسمه سيتو، اهم. والدنيا بصراحة بقت كويسة، خصوصًا بعد ما كسبنا أول game من بعض، اللي هو شمسون سطعت وجوج، اللي هو فاهم، اوكي. حسّيت بقى إن في competitive ما بيننا وما بين بعض، اللي خلاص هو حاجة بقى. غير فوكس بقى. ده خد واحد مننا دول. فاللي هو حاجة في جنب وstill اللي أنا باقابلهم دول في واحد في جواهم صاحبي، ايوه، اللي هو ماجد. ايوه، ايوه. فدي كانت حاجة الصراحة لذيذة فشخ، كانت يعني سبايسي. فعلًا الفترة بتاعة رعد وأنوبيس اهم. كانت لذيذة بطريقة مش طبيعية. إمم. وخصوصًا كمان رعد أمّا دخلوا Valorant، فاهم، اللي هو كانوا بينافسوا في الcampus clutch ومش عارف إيه وبتاع. اهم. آآ جه جه بعديها بشهر والّا شهرين، كان حوار رعد ده اللي هو كان جه مثلًا، كان مين اللي راح رعد كمان، كان rated، يب. كان rated وماجد rated وماجد وسيفي، rated وماجد وسيفي وداتورا اهم. وسام. وسام ما كانش في أنوبيس، اهم. سام يعني كان واخد break يعني من أنوبيس. اهم. ويا ربي مين، سيفي وداتورا وrated، المهم. فاللي هو ناس أنا عايز كتير. أروح لهم تاني، إمم. إمم. بالضبط، أنا عايز أروح لهم تاني. اوكي. كل ده ورعد ما كلمتنيش أصلًا. يب. جيت أحاول أكلم أحمد ضياء بصراحة، قال لي هابعت الCV بتاعك اوكي. للmarketing team. ماشي، اوكي. تمام أنا عارف، إمم. ماشي، ماشي. أنا مش متعود كلمة أبعت الCV بتاعك ده، آآ، ابعت الCV بتاعك ده اللي هو فاهم، أنا أول مرّة أكون مهمّش، فاهم، اللي هو اتضايقت الصراحة من الكلمة دي ساعتها. انت بس بعد كده افتج ع ع عرفت ليه، لإن هو مش بإيده حاجة أصلًا، لإن كان مي هي اللي ماسكة الدنيا. اوكي. فهو كان manager للرعد، هو ما عندوش يعمل أي حاجة. اوكي. قُمت الصراحة أنا عايز أخش الرعد وstill أنا هُم دلوقتي اللي هو هُم مش صحابي. هيكلموني. وانا آه، عايز اروح وهو لاصحابي. وبصراحة فاللي هو خلاص بُص يا مستر جو، أنا بعد إذنك أنا عايز أمشي وبتاع. اللي هو حصل الصراحة conversation طويلة. فقُلت له: "لأ بُص، أنا بالنسبة لي أكتر خيار أنا حابه دلوقتي إن أنا أمشي." قال لي: اوكي. "خلاص تمام." تاني يوم نزّلت post بتاع إن أنا out من أنوبيس يعني. تمام. الناس حتى ساعتها بقى أنت فاهم كان كُلّه خرج من أنوبيس، أنا هو وفؤاد وrated. كان الموضوع خلاص، يعني تحس ان هو ايه في يعني بالضبط يعني. يعني مش عارف اشرحها، و بس هو يعني كان في فطور كده وبرضه إيه، لو هنتكلم من ناحية هل رعد بوّظت السين؟ ممكن، اللي هو لأ وآه، بس الحق يتقال يعني هاتكلم بhonesty شوية، يمكن ما حد من رعد يزعل منّي. بس أنت دلوقتي مثلًا أنت معاك budget يا مصطفى، هو انا تمام؟ ممكن، بص، انا كمصطفى، يعني عشان برضه عشان آه. قبل ما تبقى فاهم وجهة نظري في الموضوع. هو الموضوع كله بزنس في الاول وفي الاخر. الموضوع ابتدى يكون business هنا، يب. ما مش هو أنوبيس هي اول ما البوش بتاع العقد ده دخل، خلاص التورنمنت دي والاي سبورتس في مصر، خلاص اتس gonna be بالضبط، business خلاص. خلاص، بالضبط. فبس. أنا مش هالوم رعد في حاجة، هي رعد داخلة من أول يوم إن هي business sponsored by we اكيد يا. مش عارف إيه، دول ناس دافعين، دول ناس عايزين يشوفوا بطولات. مم. فأنتم كmanagers أنتم هاتوا لنا طبعًا أحسن لعيبة، من مم. أحسن لعيبة في السين بتوع Anubis Gaming. مم. فأنتم والله أنت بتاخد مثلًا أنت بتاخد X، طب هاعرض عليك 2X. يب. أنت إيه الدنيا؟ مم. أنت ساعتها بقى اللي هو فاهم، لأ خلاص طب ما آخد الفلوس، فاهم؟ بزنس طب يا ما اسطى، على فكرة يعني خلاص انا business شايف ان شكرًا. هو الموضوع مش يعني بعيدا بقى عن العواطف، وان احنا كلنا كنا حابين انوبس وكده. بس بالضبط، بس يعني موف اون، احنا خلاص، انا داخل مضيع حياتي في الكارير ده، بقى الكارير بتاعي.
ف بالضبط، أنت خلاص. آه، وساعتها أنت فاهم حصلت كمان حوار ساعتها ال6000 جنيه بتوعي كان في اللي هو النطة الدولار اللي حصلت دي، يب ال6000 جنيه بتوعي ما عادوش 6000 جنيه، أنت بتقبض اللي أنا اتحججت دلوقتي مش قيمة 3000 جنيه بالضبط. ساعتها أنا ابتديت أشوف الصراحة لأوسع، لأبعد، لكل حاجة، اللي هو طَب ما أنا برضه مش هافضل في أنوبis، اهم. وبرضه أنا مش عارف إيه الدنيا، وبرضه أنا ما عُدتش مش هاقول لك ما عُدتش حابب، بس الناس اللي أنا كنت بامنتج لها أنا راحت. كنت قاعد مع أهلي في أنوبis صحابي ف بالضبط. ف إمم، فأنت عندك بتوع Valorant إمم، وبتوع League، إمم، الناس اللي أنت حرفيًا خلاص بقى لك سَنة كاملة معاهم، خلاص راحوا، فأنت اهم، إيه دلوقتي؟ اهم، اهم. فالموضوع كان الموضوع كان الصراحة اللي هو لأ، طَب أنا هامشي أنا كمان، والفكرة إن أنا ماشي أنا عايز أخُش رعد بس مش عارف برضه هُم ما كلمونيش، أنا عايز إمم، أخُش رعد بس هُم ما أوكي، كلمونيش، وفي نفس الوقت أنا مش عارف الدنيا هتمشّيني فين، آآ، والله أنا ماشي من رعد من أنوبيس وأنا مش عارف، حتى مامتي عيّطت يوميها. اهم. ليه؟ هي شايفاني باعشق أنوبيس بس خلاص بقى اللي هو أنوبis أنا مقتنع ما بقاش أنوبis. آه، أنا مقتنع every journey has an end إمم، إمم، فاهم؟ زي بتاعة Iron Man والله ناسيها يعني، إمم، فاللي هو كل رحلة ليها نهاية، فخلاص يا أنوبيس كده. أوكي، آآ ت نفس اليوم اللي نزلت فيه إن أنا لِفت سبحان الله رعد كلمتني بقى، أوكي. فاللي هو أنا عرفت ساعتها إن هُم رعد ما كانوش عايزين يكلموني عشان أنا في أنوبيس، هُم مش عايزين اللي هو خدنا حتى الeditor بس لمّا مشيت خلاص طب هات الeditor. ليه؟ already فاهم كل الناس هو كانت عارفة. خلاص يب. فأنت دلوقتي خلاص خلّصت سِبت أنوبis وفي نفس اليوم أو بعدها بيوم رعد كلمتك. ك كلموني بصراحة الدنيا مش هاقول لك الدنيا مشيت حلو في رعد، بس فاهم أنت دلوقتي الfreedom اللي كانت في أنوبيس ما عادتش في رعد. إحنا دلوقتي انتقلنا من موضوع الpassion والشغف والكلام الجميل ده كلّه بتاع الشباب، بالضبط. لإن إحنا بقينا working as a الشغل job. كله professional. job خلاص يب. فبالضبط، يعني أنت دلوقتي خلاص أنت بقيت في الحياة العملية، الشغل اللي أنت بتعمله اهم، كنت بتعمله حتى for fun ما عادش. اهم. فأنا مش هاجيب برضه اللوم على رعد أو على الmanagement بتاعة رعد، بس على قد مش رعد sorry BME نفسها اهم. على قد ما هو أنا ما خدت يعني أنا في رعد كانت أكتر حاجة مضايقاني إن أنا في content عايز أطلّعه أنا باشوف في G2 في ناتك ومش عارف إيه، وجو برضه كان مدّيني الأريحية أنا مش عارف أعمل كل ده، فالموضوع بالنسبة لي في رعد أنا حبيت إن كوني مع رعد، بس أنا ما حبيتش كوني إن أنا متلمِّت. هو إحنا محتاجين بس نوضّح حاجة مش ليك أنت، عشان بس حد لو بيتفرّج ويكون سِنّه صغير أو حاجة. هي الحياة العملية وفكرة إن أنت تكون ماضي عقد فعليًا مع شركة معيّنة، عقد بيكون فيه بنود وكده، هو بطبيعة الحال البني آدم بيحب يكون سلبوتة كده، ما بيحبش إيه، حد إيه، ملبّسه بدلة بالضبط. وكرافتة والكلام ده كلّه. خصوصًا في المجال بتاع الcreative. editing بالضبط. يب. فهو عشان كده هو مصطفى هو أنا مش عايز حد يعمل كده، بس هو كده ده الشغل بتاعك، فده الشغل بتاعك. ما هو بالضبط، وأنا اللي باقول لك أنا جالي فترة أنا كنت يا الediting يا الcoding أو اللي هو كليتي عامةً. فأنا خلاص اخترت الcareer ده خلاص، بمحض فأنت دلوقتي إرادتي. خلاص بقى، خلاص شكرًا، شكرًا، مع السلامة. أنا كنت برضه ساعتها في سنة تالتة كلية وشوية كنت أنا داخل على كنت في تالتة التخرُّج. كلية اهم، وداخل على سنة التخرُّج، فأنا قُلت الصراحة أنا دلوقتي مش حِمل إن أنا أمشي من رعد، إمم، يعني أنا لمّا لقيت نفسي اتلمِّت أوي، إمم. قُلت لأ فاكس ما امشيش دلوقتي، بس لمّا أتخرّج بس وأمشي، ما اللي هو كنتش عاوز ساعتها تعمل انتقالات كتيرة، يعني بالضبط مش risk عايز دوشة. risk بالضبط، أنا إمم، already في كلية سنة التخرُّج ديّة إمم، إمم. أصلًا لوحدها مصيبة يب، يعني، يب، يب. اللي هو الشغل فيها مش طبيعي. اهم. آآ بصراحة كلّمتهم ومش عارف إيه وقُلت لهم إن أنا عايز أمشي وبتاع، خلاص تمام الدنيا تمام، إمم، تمام ماشي. إمم. الفترة اللي أنت ف قعدتها في أنوبis كانت إمم. قد إيه؟ والفترة اللي أنت كانت كنت قاعدها سَنة كانت سَنة إلّا شهرين، و تقريبًا 10 شهور، وفي وفي رعد. رعد كانت سَنة و6 شهور. اهم، أوكي. آآ
أنا مشيت من رعد، أنا بقى مش عارف الدنيا هتمشّيني لفين، يعني أنا كنت شغّال مع يوزو freelance، أنا ما زلت شغّال مع يوزو freelance، اهم. بس أنا شغّال مع يوزو freelance هو ده الincome الوحيد اللي بيطلع لي. يب. أنا بقى مش عارف اللي هو مش عارف الدنيا هتجيبني لفين، اهم. وبصراحة ابتديت أعمل في الCV بتاعي. اهم. اليوم اللي أنا كنت شغّال فيه على الCV بالليل، سبحان الله جالي على الماسنجر على الماسنجر message اهم. اهم. رسالة، تمام؟ أنا مستنيك تقول لي على موقع معين، مش عارف. لا، مش عارف لا، أساعدك، على أنا مش عارف الماسنجر رسالة. أساعدك. أوكي. الفكرة الرسالة دي كانت جاية لي فوقيها رسالة أنا ما رديتش عليها. كان مين؟ كان Viking الwriter. الwriter حرفيًا كان بيكلمني على message إنه عايزني وأنا ما رديتش عليه. كارف. أقسم لك بالله عشان كده لمّا حد يقول لي إن ما باردش والله ما باشوف. writer فاهم writer مع احترامي والله للناس، بس الwriter بيقول لي إن هو عايزني. أنت كلمني لمّا مش أول مرّة مشيت من أنوبيس كان إمم. عايزني، اهم. اهم. بس أنا ما رديتش. برضه؟ إمم. لمّا نزّلت إن أنا مشيت من رعد اهم. كلمني. اهم. أنا سبحان الله دخلت وردّيت وعرفت إنه Viking، يعني أنا ما أعرفش إن هو كان Viking ساعتها يعني، اهم. اللي هو أنا عارف إن هو writer بس أنا ما شُفتش الmessage بتاعته. أيوه. بيقول لي إن في project قريت. تبع تبع Riot اهم. وعايزينك معانا ومش عارف إيه وبتاع، أنت فاهم بقى اللي هو أنت كده Riot رُحت في حتة Games. تاني بقى خلاص. ياه! Riot Games أها. أنا ماشي من رعد، أنا بس أنت فاللي بس هو معلش قبل ما تتكلم بس في النقطة دي، أنا حابب أقول للناس إن ثانية بس نعمل كده أهو. يا جماعة أنا عايز أقول لكم بس على حاجة عشان بس الموضوع ده كل ما أكلمه لازم أفكره بيه. أنا لما كان شغال لسه في أنوبس قلت له ان شاء الله هنشوفك في شغال مع ريوت نفسها. قعد قال لي لا وبتاع ومش عارف ايه، وبعد مرت الايام فاهمني، واول ما خلاص هو يعني خلص الدنيا وقدر يعمل اناونس ان هو خلاص فعلا مع ريوت، قلت له مش قلت لك. قلت له مش قلت لك، عشان بس يعني عشان بس ايه يعني أنا معلش. ساعتها يعني فاهم، الinterview process بتاعة Riot يعني بالنسبة لي كانت من أسهل يعني، أنت فاهم، أنت بالنسبة لك أنت مش هاقول لك وصلت أعلى حاجة بالمعنى الحرفي، بس أنت إنك تشتغل في Riot Games بالنسبة لي أو على project تبع Riot Games، مم. أنا مش writer، أنا شغال مثلًا freelance يب. مع حاجات تبع Riot Games، مم. بس كوني إن أنا أشتغل حاجات تنزل على League of Legends Arabic وValorant Arabic ومش عارف إيه، مم. ده بالنسبة لي اللي هو كان واو! حاجة كنت بس فرحان فشخ، بس انا شايف ان انت فشخ. you made your way يعني، خلاص انت الخطوة الجاية فعلا كانت كده. انا متهيألي خلاص اللي هو لأ خلاص بالنسبة لي خلاص لأ أنا فرحت فشخ ساعتها إن هو وسبحان الله باقول لك هي جات لي كده، أنا ما هو مش هاقول لك بص دَوَرت في الاول وفي ورُحت الاخر وبتاع، يعني هو في الاول وفي الاخر انا كنت لسه هقول لك كده. هو في الاول وفي الاخر يعني انا بقول لك دي الخطوة الجاية فعلا، بس انت لو قعدت تدور عليها وهي مش مكتوبة لك انت كمصطفى ما مش كانتش هتجيلك. مكتوبة لي. طب ربنا عامل ليه إن أنا ما اشوفش الmessage قبل بالظبط. بتاعة رعد؟ يب. ما هو باقول لك والله أنا مقتنع إن أي حاجة وحشة أو حلوة يعني أنا كنت في الفترة ديّة م. كنت عملت interview في Tencent الشركة اوكي. بتاعة PUBG. بتاع ببجي. أنا اترفضت عشان أنا ما بالعبش PUBG، كان براتب تقريبًا كان 10x الsalary بتاعتي. أنا اترفضت عشان ما بالعبش PUBG، متخيل. فسبحان الله كوني إن أنا أترفض وأروح لRiot Games نفسها فاهم، م. هو ربنا في اللي هو حاجة شر نصيبك. هتتعمل عشان حاجة خير هتتعمل أنت م. ما تعرفهاش، م. فاهم، م. يعني سبحان الله برضه خطوة MC Action ديّة أنا كنت عامل interview في شركة واترفضت ليه؟ أنا حرفيًا قال لي اترفضت عشان أنت over qualified على الفيديوهات دي. انا حضرت الموضوع ده بدون ذكر اسماء يعني اللي يعني هو اكتر رفض غريب في التاريخ يعني. الفكرة إن أنا اتضايقت ساعتها، الsalary كانت كويسة أوي بالنسبة لي، كان في اللي هو أنت بتعمل ماشي، أنا بصراحة اللي هو ماشي، م. اللي بُص أنا هاعرضك على شركة تانية أكتر وبتاع ومحتاجوا editors هيكلموك. م. سبحان الله والله ربنا ما حبّش يزعّلني بعدها بيومين جالي الoffer بتاع MC Action مهم. مهم. فاهم، فأنا اللي هو أنا مقتنع طول ما
في حاجة وحشة والله في حاجة لأ، في حاجة كويسة جاية أحسن، اللي هو هي هتمشي كده، في client سابك الحمد لله في يوزو ده أنا يوميها كان حصل حاجة في حياتي كانت قلبتني، وسبحان الله ربنا رضاني بيوزو، اللي هو client وبيدفع اللي هو كان ساعتها بقى بيدفع كويس ومش عارف إيه وبتاع، اهم، فيديوهاته حلوة اللي هو الfootage بتاعته حلوة ومش عارف إيه، خلاص ده بالنسبة لي حاجة كويسة، income كويس. اهم، اهم. فأنا باقول لك هي عامةً باقول لك زي ربنا بيمشّيها لك اللي هو حاجة وحشة، لإن في اللي هو سايب لك الأحسن. هو دي حسابات بشرية، لإن إحنا لو حسبتها صح، هو أنت كده ما فيش حاجة وحشة، لإن ناتج بالضبط، الموضوع إيه؟ إن هي حاجة حلوة. آه، اهم. بالضبط، والفكرة الفيديوهات الover qualified دي أنا بُص أنا مبدئيًا أنا ما كنتش حابب أشتغلها، يعني ما باتشطب ليه؟ أصل هو أصل هو الرفض ده يعني كbusiness الشركة بتبقى خايفة منّك، أنا مش عارف أنت فاهم ده والّا لأ، الشركة بتبقى خايفة منّك كsalary وكإن أنت تحس على يعني في فكرة كانوا المكان عرضوا ده عليَّ الsalary وكنت وافقت إن أنت ساعتها. ما هُم مش عارفين ده، أنت كده المفروض تبقى أنت مقدّر قيمة نَفْسك برضه، فهو كsalary فأنت خلاص أنت الsalary بالنسبة لك أنت تمام، حاجة تاني مهمة أوي إن أنت مش هتحس إن أنت هتتطوّر، الفكرة دي برضه كbusiness اللي بيفهم أنا لو مش هاتطوّر في المكان ده حتى لو باخد قد إيه لأ أنا مش هاكمّل، فهو حاسس إن هو مش يعني هو مش هيضيف لك كتطوير أي حاجة، فبس. والله ما باقول لك باقول لك سبحان الله بعدها بيومين طب أنا بعدها بيومين خطوة MBC Action ديّة على حاجة أنا باحبها جدًا، اهم، جدًا، ألعاب الcompetitive إمم، إمم، أمنتج في الألعاب الcompetitive ومش عارف إيه وبتاع، فاللي هو بالنسبة لي أنت فاهم، كل حاجة كويسة، إن شاء الله إمم، الحمد إمم، لله يعني الحمد ساعتها. لله، إمم، فزي ما باقول لك عرفت إن ربنا ليه خلّاني والله أترفض هنا وأترفض هنا إمم، وأترفض هنا، ليه؟ لإن باقول لك ربنا سبحان الله ربنا كان سايب لك اللي هو يعني اترفضت من Tencent عشان ما بالعبش PUBG إمم، سالري عمري ما كنت أحلم بيها، لأ أوكي، عشان هييجي لك اللعبة اللي أنت بتحبها، اللعبة اللي أنت already بتستمتع عشان أنا باكره PUBG، أنا باكره PUBG بكل العالم، +1 يا صاحبي. بس لو هامنتج لهم فلوس قشطة، it's يعني فلوس يعني money سهلة. money إنما وأنا باشا ليك، فاللي هو لأ، أنت هتقوم بقى اللي هو فاهم، كده، إمم، إمم، هي إمم. جات كده بصراحة من عند ربنا. ف بعد ما الرويتر اللي هو بعت لك Viking بعد ما بعت ابتديت لك الصراحة الشغل معاهم. خلّينا بس نسرد الأحداث التفاصيل الصحيحة الtimeline بتاعها، خرجت من قُل لي. أنوبis بعت لك لأ رعد. فأنت كان بعت لي بعت لك ما ورديت عليه إزيك شُفتهاش. أخبارك إيه؟ آه، إزيك أخبارك إيه؟ I أوكي. need you عايزك في حاجة I need you والله ما فاكر يعني كان بيقول إيه، بس بيقول لي يعني مختصر أنا عايزك في في حاجة، شغل، أنا ما شُفتهاش، أنا خلاص، ما شُفتش الmessage خلاص. فبعد سنة ونُص تقريبًا صح؟ بعت لي تاني، خرجت من الرعد فبعت لك فيالّا المرة دي شُفتها، أيوه، أوكي. فاهم؟ فدخلت فباقول لك اشتغلت فدخلت freelance Riot آه. شغال freelance في Riot الدنيا الحمد لله من ساعتها يعني فاهم، الحمد لله. الحاجة الكويسة في Riot الprojects باحس كل يوم في حاجة بتتطور، في حاجة يعني أول شهر من كتر ما أنا كنت متلمّت في رعد، أنا ما كنتش متعلم حاجة، يب أنا كان الفيديوهات بتاعتي كلها كانت voice comms أنا كنت خلاص. باكتب subtitles وأحط شكرًا. إمم. أنا ما كنتش حابب الحوار ده. أنا 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 إمم. أنا في أنوبis أنا كنت يعني فاهم أقعد أمنتج ويمين وشمال والحلاقة واللي هو فاكر الفيديو بتاع القص كان أوكي. في حاجات كده وباحاول أفتكر. أنا في رعد أرمي فكرة ما it's ينفعش become تتعمل. a job بالضبط. routine job. روتين جيم وزائد كده أنا ما باتطورش. أنا ما فيش إمم. حاجة أقدر أعملها. طيب يبقى إحنا حققنا المعادلة اللي أنا لسه باكلمك عليها، أنت ما مش عارف أتطور، فأنت over qualified أصلًا، فأنا مش هاعرف أتطور، فهو دي نقطة يعني. مش عارف بس اللي هو والحاجة اللي عارف أعملها الfreelance بس وصح الفكرة معلش عشان برضه نوضّح ده عشان لو حد يعني اتفرّج أو بيتفرّج ما يكونش اتضايق من الموضوع ده سواء من أي جهة، هو المشكلة يا جماعة مش في المكان اللي أنت شغّال فيه، دي مشكلة بتبقى عندك أنت،
انت فاهم؟ بالضبط، أنا رعد ما باقول لك، أنا ما اه بالومش، مش انا بالومهم على أي حاجة، مم. ولو بالومهم مش رعد نفسها. انت مش برضه still بتاعتك. رايت still رعد كانت sponsored by وي، أنا مش هاعرف مثلًا فشخ اللي كانت بتطلع في أنوبيس ينفع تطلع هنا، يب. فاهمني؟ هي عارف، لأن دي حاجة هو اتحولنا شويه ان احنا بقينا من الكونتنت اللي هو فري ستايل، لا احنا بقى فيها بدله وكرافته، بقى كونتنت كده حرفيا يعني. فشخ بقى، مم. باقول لك ومش عارف آخد راحتي فيه، فاللي هو أول شهر في رايت أنا اتعلمت شوية حاجات، مم. أنا خدت قلم على وشي، أنا كنت فاكر نفسي كويس، أخدت reality check كده يب فشختني. يب. أنا اتعلمت بقى كتلوين، أنا ما كنتش عارف يعني إزاي ألوّن أصلًا سين، اتعلمت بقى حاجات في الmotion مش عارف إيه مم. وبتاع، وعامةً الشغل مع رايت أو عامةً على قد ما هو فاهم مليون حاجة بتتعمل في نفس الوقت، مليون حاجة بتتعمل في نفس الوقت، على قد ما هو أنت بيضيف لك. بيضيف ليك اللي هو في الCV في الCV وplus كskills مم. في الprojects كلّها بتاعة رايت، يعني هو رايت ده ليها كذا project في الprojects بتاعة رايت كلّها. هو ده العمل تحت ضغط المفيد الحقيقي. بالضبط، اوكي. فالواحد بيتعلّم على قد ما في stress على قد ما هو لأ، في بيتعلّم. مم. وبس اللي هو من ساعتها وأنا شغّال اللي هو تبع رايت وfreelance بس، مم. freelance مع streamers. اوكي. طيب، حاليا انت بقالك في كارير الايديتنج من أنت عايز professionally والّا آه كان من أول ما حطيت لا إيدي على برنامج editing؟ لا، ما هو انا هقول لك، انت بقالك تقريبا 10 سنين بتمنتج اوفر اول. بالضبط. تمام. بعد سنتين ونص او 3 سنين تقريبا بدأ يجي لك انكم somehow. بقيت استنى، انا ايه السفر ده؟ في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ يس. ده اصفريت مرة واحدة كده. فبعد تقريبا سنتين ونص او 3 سنين من ان انت بدأت بتمنتج عادي فور فن، ان انت دخلت في مرحلة انا بدأت اعتمد على نفسي بشكل كبير ان ده يكون دخلي الثابت. بالضبط، وما كانش في الحسبان، الحق يتقال أنا ما كنتش عامل حسابي إن أنا هاكسب من الediتنج حاجة، مهم. على فكرة هو ده أنا كنت الجزء باعملها الحلو يعني في الموضوع. بالضبط، أنا باقول لك يعني الناس دلوقتي بصراحة تخش المونتاج، طب أنا هاخش المونتاج دلوقتي عشان أكسب، ما أنت الفكرة مش هتعرف هي ما تكسب. جاتش معايا كده، هي الفكرة ما جاتش معايا كده، هي ما وما أعتقدش برضه إن هي جات معاك كده، فاهم، أنت مم. حابب الediتنج نفسه، مم. أنت مظبوط. فأنت اللي هو داخل والفلوس مش في بالك، انا وده اللي بدأت ساعدني أصلًا كمل. ده اللي أصلًا اللي مخلّيني من صغري أنا حابب الediting فاهم، فاللي مم. هو أنا صغير برضه ما فيش مسؤوليات قد كده ومش عارف إيه، فعارف أطلّع وخلاص. يب. إنّما دلوقتي مثلًا imagine حد اتخرّج وعايز يتعلّم editing وفي نفس الوقت وراه مسؤوليات، الموضوع مم. بجد ما هوّاش اللي هو ستريس. الموضوع ما هوّاش سهل، مم. يعني ربنا يكون في عون أي حد هيتعلّم editing وراه مسؤوليات، أنا ذات نفسي ما أعتقدش إن أنا هاعمل كده، يعني لو shift career دلوقتي الموضوع بالنسبة لي هيكون شِبه مستحيل. على فكرة، وانا برضو في موضوع المونتاج، انا ما بدأتش هشتغل مونتاج، انا كنت بادئ بعمل كونتنت لنفسي. فصباح الخير يعني. ما انا باقول لك آه، ما فبس. باقول لك هي جات كده، هي حرفيًا جات معايا كده، هي كده، يالّا، بس بالظبط. هو توفيق من ربنا يعني، اكيد. سبحان الله ربنا وقّعني مع ناس اللي هو باقول لك جيفو اللي قال لي الفلوس نايزر، مم. ده تُرى، حازم علام، أنس أمين، فاهم، في ناس كده اللي هو آآ بايكنج اللي هو جابني حاجات لغاية أصلًا فاهم، فاللي هو هي كده، هي بتتعامل كده. يب. طيب، خلال المدة دي، عشان يعني احنا عايزين، احنا حكينا دلوقتي القصة بشكل كبير. فخلال المدة دي مصطفى آه، ما حسش ان هو انطفى، لان هو الناس بتفتكر ان هو آه، الناس شعلة امل ماشية يعني. فاهم قصدي؟ فهو ما جاتش مرة واحدة كده اللي هو كفاية اتس انف، انا تعبت.